أهلا بكم يا شباب، فيديو جديد. فيديو النهارده يخص كل زملكاوي بيفكر في فكرة تجديد عقد زيزو، وهل هو فعلا هيجدد ولا الحوار ده كله مسرحية عشان يروح الأهلي في آخر السيزون. قبل أي حاجة، قبل يعني إيه كله الأخبار؟ تمام الحمد لله. الحوار بتاع زيزو ده عمل لنا حاجة في دماغنا إحنا كزملكاوية، وسيبك من الموضوع هو سواء هو هيجدد أو لأ. الموضوع رخم جامد وبقى ممل. يعني أنت إيه دنيتك في الحوار ده؟ طيب، هنتكلم في مشكله زيزو. طب احنا ممكن نسال نفسينا كده، والناس اللي بتتكلم على السوشيال ميديا، هي مشكله زيزو فين؟ او ايه اللي مخلي زيزو لحد دلوقتي ما جددش مع الزمالك؟ لو رجعنا كده شويه لورا، احنا مجلس اداره الزمالك كان مغيب. صح الحوار ده. تاني حاجه، الجماهير او مش الجماهير، السوشيال ميديا الموجهه اللي تتبع لناس معينه، ماشيه في سياق. طب احنا هنهاجم زيزو وخلاص. طب احنا زيزو بقاله 10 ماتشات مش بيعمل حاجه. طب ما هو زيزو اداؤه وحش اصلا، يلا مشوه، مش هنقف على حد. كلمه مش هنقف على حد دي كررت كتير قوي، من كل اول طارق حامد، ابو جبل، فرجاني ساسي، امام عاشور، في كل الألعاب، بن شرقي. كل الألعاب في طب الباسكت، يعني أنا شفتها احنا قلنا طايرة قلنا رجليا. قلنا اللي يمشي يمشي، واحنا برضه نجيب غيره. طب هل طارق هيجيبنا حد بدل الناس دي؟ احنا لحد دلوقتي بنعاني ان طارق حامد مش موجود في الملعب. احنا لحد دلوقتي بنعاني عشان ما نلاقي ناس وينج ليفت جه زي بن شرقي. يعني طب يعني الناس بقى ما تبقاش ماشيه في سياق زيزو يمشي ونجيب مكانه. ما هو مش مكانه اصلا، هنجيب مكانه اجنبي. طب ما الاجنبي اللي هيدفع له 12 مليون دولار لمصلحه زيزو وجدته. بالظبط. ايه السياق اللي انت ماشي فيه ده؟ وبعدين يعني الحوار كله بيتلخص في حاجه واحده: اقعد مع الراجل وقول له انا عارض عليك جنيه. قال لك تمام تمام، مش تمام خلاص. يعني انت قلت كده، وصلت الصوره كامله بالظبط. للجمهور ان انا عرضت اوفر، والاوفر ده مناسب بالنسبه لي على قد قدرتي الماليه، ومناسب للاعب ده. ده انا اللي مش أنا هقعد، عايزه، إن أنت تطلع وتقول الصورة مش كاملة. هقدر اقطع اكتر من كده. بالظبط. انت عرفت اكتر مني، خلاص روح، مش مشكله. يبقى انا كده عملت اللي عليا. بالظبط. لكن ما تجيش تقول انا هقعد وما تقعدش، ما تجيش تقول انا هجدد وما تجددش. طب ما انت كده انت بتضحك علينا يعني. يعني هو لولا ميدو وحازم امام وعمرو الجنايني، انت كده ما كنتش هتجدد بقى. دي يعني انت آخر آخر كاداره كنت آخر نقطة حلقة وحلقة وصل أصلا ما بين الزمالك وزيزو، هو هو عمرو الجنايني وميدو. زيزو كان رافض يقعد مع اي حد في مجلس الاداره اصلا. أيوه. يعني هو زيزو لولا ميدو وحازم امام وعمرو الجنايني كان هيقعد مع حد في مجلس الاداره. أيوه. ليه؟ لان مجلس الاداره ماشيه الموضوع غلط. يعني الملف ده ضرب غلط. واللجان اللي وملفات طالعة كتير، تبع مجلس الإدارة أصلا. ملفات كتير ماشيه غلط في نادي الزمالك. في لخبطه كده في مجلس الاداره، ما حدش فاهمها. ما حدش فاهمها ليه. بس يعني هو الاخبار المتداوله دلوقتي هو ان بنسبه 80% ان شاء الله، باذن الله باذن الله باذن الله، الجلسه اللي جايه بتاعت يوم الاثنين او يوم الثلاث دي، اللي هي بعد ماتش الكونفدراليه، باذن الله بنسبه 80% زيزو مكمل باذن الله 3 سنين ان شاء الله. إن شاء الله. بس هي الفكرة أو النقطة اللي واصلة لي، هي فكرة إن والد اللاعب واخد فعلا شيكات من 26 مليون جنيه مظبوط. واخد مظبوط. شيكين. بس هل بقى الفكرة، يعني هو في بقى بروتوكول ما بينه وما بين النادي الأهلي إن أنا لو جددت مع الزمالك الشيكات دي هديها لكم، ولا كأن أي حد عارف عنها حاجة؟ حصلت قبل كده كتير، من لو هنفتكر من 2015 لما باسم مرسي كان ماضي للاهلي، ورضا العزا كان ماضي للاهلي، والناس دي اول ما جالها الزمالك راحت رجعت العقود تاني، وراحوا رايحين الزمالك. هي بقت سياق ماشي دلوقتي. طالما انا ما مضيتش على العقد، على كلام زيزو وعلى كلام هو برضه لو هو ما مضاش على العقد، طالما انا ما مضيتش على حاجه، فعادي الشيكات بترجع تاني، مالهاش علاقه باللاعب يعني. وطالما اللاعب هو ما خدش حاجه، ده حاجه بين والد اللاعب وحاجه بين الاداره. لكن والإدارة. اللاعب ملوش علاقه بالموضوع اصلا. الحاجة اللي وصلت لي وال... من الناس يعني للاعب ذات نفسه، إن اللاعب بيقول ما عنديش مشكلة في فكرة تجديد التعاقد، وهي مش قصة فلوس، هي القصة كلها إن المجلس، هو عارف إن المجلس في وقت من الأوقات باعوا للجان، وفي ناس، وده الكلام ده حصل فعلا من جوه المجلس، هي اللي كانت عاملة اللجان دي ضده عشان ما يشوفش نفسه بمعنى أصح. فهو الطلبات اللي طالبها
ان انتوا رجعوا الثقه للجمهور تاني، اللي انا لاعب زملكاوي، وطبعا ان هو اتهاجم هو ووالده، فهو ما كانش حابب القصه دي. وده بان في اول امبارح او اول امبارح اما ميدو نزل التويته رساله التصالح بتاعت ان زيزو لاعب محترم ووالده راجل محترم. وعمرو الجنايني امبارح شكر في زيزو، قال ان هو زملكاوي وشكر في والده. و... والبوست اللي نزله نادي الزمالك امبارح اللي هو اسطورتنا 160 مساهمه لزيزو، اول من ساعه خلينا الجيل. خلينا نقول بس على عشان مجلس الإدارة. هو مجلس الإدارة من ساعة ما الجماهير طلعت في المدرج وهجمته، ومجلس الإدارة بيطلع قرارات غريبة، ومجلس الإدارة بقى خايف. مع إن أنت الناس كلها كانت بتطالب إن أنت تبقى موجود، الجماهير كلها كانت عايزة أحمد لبيب جماهيرية النادي. التخبط اللي إحنا فيه ده مش عارف من إيه. هم المفروض جوه بعض ما بيحبوش بعض. المفروض موارد مالية تكون موجودة. معانا رجال أعمال في المجلس، يعني مفيش حد في المجلس مثلا قليل، لا ده كلكم بسم الله ما شاء الله يعني اصحاب شركات. ف وبيتكلموا ولو كمان على فكره في الجلسه اللي هتتعمل دي هيبقى ممدوح عباس هيبقى قاعد في الجلسه دي. ولو نلاحظ اصلا دلوقتي احنا حتى انت بتتكلم في نقطه الهجوم على زيزو. طب صفحه الزمالك دلوقتي بدات تنادي زيزو، وبدات تقول اكبر مساهمه ب أيوة. 60 مساهمه لحد دلوقتي. وزيزو جايب 80 جون مع الزمالك او 84 جون. طب الكلام ده ليه مش ما كانش من الاول؟ أيوة. ليه من الاول ما عملتش كده؟ ليه من الاول قعدت تهاجم؟ انت كنت مستني انت لما تهاجم فالناس هتبيعه فتقول خلاص مشوه فانت تمشيه، يبقى انت أيوة. كده حققت اللي انت عايزه. أيوة. طب انت بتحارب مين؟ بتحارب نفسك ولا بتحارب مين؟ زيزو مشي، هتجيب مين؟ مين في مصر بنفس كواليتي زيزو؟ مفيش. طب هل ترى زيزو ده لو لعيب عادي الاهلي هيروح يشتريه؟ الاهلي يروح يدفع له المبلغ ده؟ لا. يعني فرقه اعلى واحد فيها بياخد 2 مليون دولار اللي هو تريزيجيه اللي هو جاي من كاس العالم. سنه 2 كام؟ مليون دولار يعني 100 مليون جنيه او اكتر من 100 مليون جنيه. انت جاي واحد جاي تعرض على زيزو 2.5 مليون دولار في السيزون، يعني 10 مليون دولار من 4 سنين. مم. هل ترى ده لعيب عادي ياخد الرقم ده؟ لا طبعا. لا طبعا. وبعدين ارجع اقول لك برضو انت اللي اديت الفرصه ان اي حد يدخل يتفاوض مع زيزو، لان انت لحد دلوقتي لسه ما عملتش اي حاجه. أيوة. انت محلك سر، ما عملتش حاجه، ولا خطوه ورا ولا خطوه قدام. يعني امبارح ابراهيم فايق بيقول الصفقه 50% هنا 50%. 50 50. ليه توصل نفسك ل 50% 50%؟ واللعيب عندك انت اصلا، واللعيب بتاعك اللعيب عندك بتاعنا لسه بيلعب في 50 التيشيرت 50. بتاعك. انت بقى بتردها تروح تتفاوض مع حمزه علاء. حافظ على. ايه اللي انت بتعمله؟ مع احترامي حمزه علاء، يعني حمزه علاء دي هيجي ولا يبقى جون تالت؟ ما هو عواد قاعد وصبحي مكمل، يبقى هو جون تالت؟ لا. انت بتردها في حمزه علاء يعني؟ لو هو زيزو مشي فعلا وراح الاهلي انت بتردها في حمزه علاء؟ لا وما استفدتش حاجه. انا اخدت ايه كده؟ حارس مرمى يعني هو اللي هيعوضنا عن انا زيزو. استفدت ايه؟ وبعدين يا جماعه انا استغرب بس كده زيزو كده من تشكيله الزمالك. هو الزمالك فاضي، خليهم واقعيين. أيوة. الزمالك ما عندوش لعيبه. ستنا عبد الله السعيد ده يتحط على جنب عبد الله يعني. تشيله من الملعب ما فيش حد. مفيش حد. على الماتش اللي فات في افريقيا احنا رايحين نلعب بره ما عملناش هجمه منظمه عشان عبد الله سيف موجود في مش الملعب. موجود فيها. احنا بدانا نهاجم في اخر 10 دقايق من الماتش. أيوة. انسى من المدرب بقى. الجو هناك حر، ماليش علاقه بالكلام ده. انا كزمالك ماليش علاقه بالكلام ده. انا بنزل الملعب ايا كان بلاعب مين، اروح اكسب وارجع. بلاعب اهلي، انا في اسوء الظروف. الاهلي بيتكلم مع الاهلي في استاد القاهره في دوري الدور الاول في أيوة. اسوء الظروف. كنت أقرب للفوز كمان. يعني الناس لازم تتعامل مع السياق ده. مش احنا مش فرقه قليله. وتاني اقولها الاهلي ده بجد لازم يمشي. هو الموضوع بسيط جدا. هو اسمها هي ايه؟ هي وجهة نظرنا والله، مش قصة ان احنا مش تمسك بزيزو على قد ما انت وريني صورة كاملة يا عم. يا عم قول لي اللي انت قعدت معاه وعرضت عليه بالظبط. واحد اتنين بالظبط. تلاتة. بس يعني هو الكلام اللي طالع واللي فعلا هيتم
ان هم هيعرضوا الاوفر اللي هيعرضوه عليه، هو نفس الاوفر بتاع الاهلي بالظبط، بنفس الفلوس، بعموله والده. يعني عموله والده هيدوها له. بس هي الفكره في ايه بقى؟ انت لو قعدت يا زيزو بقى ومطلت في القعده دي، كده الموضوع هينتهي خلاص، واطلع بقى قول لنا. لان هم المفروض على كلام احمد حسام ميدو ان دي الجلسه الاخيره، وهنعلن هل زيزو فعلا هيجدد ولا هو ما رضوش. هي دي الصوره ما كامله اللي احنا عايزينها. يعني دي اللي الجلسه الاخيره، يعني احنا بنتكلم النهارده، احنا النهارده 6/4، يعني الجلسه الجايه ممكن تبقى على 10 او 11/4. امم يعني هيبقى ناقص على كاس العالم للانديه، لو رايح الاهلي يبقى ناقص شهر وشويه. شهر وشويه. يعني عشان كده هو ميدو قال دي الجلسه الاخيره، ولو الزمالك ما وصلش ليها لحل، خلاص زيزو في الاهلي ايه. الموضوع ما يمشي بالسياق بقى يعني. زيزو زي امام عاشور؟ لا، هو زيزو زي امام عاشور؟ لا. زيزو قعد وسمع طلبات الاوفر بتاع الزمالك، الاوفر ما عجبهوش فمشي. ده وارد في الكوره. امم راح الفرقه الثانيه، وارد في الكوره. خد فلوس اكتر. ما الموضوع مش حب الجماهير للاعب او حب اللاعب للجماهير. الموضوع بقى دلوقتي بقى مادي مالي. قال انا هنا هاخد جنيه، هناك هاخد 10. هقعد افكر شويه قبل ما اقول هاخد جنيه ومفيش مشكله. لا، الموضوع ما بقاش كده، وشفنا امثله كتير على ده. وكان اكبرها كان امام عاشور. بس هو الحوار ده حوار فلوس مع زيزو. طب ما خلينا واقعيين، ما هو زيزو جات له فرصه من 3 4 سنين ان هو كان يمشي، وما كانش فيه مجلس ولا كان فيه اي حاجه ولا كان فيه فلوس، والاهلي فعلا كلمه، واكيد كان عرض عليه اوفر كبير. يعني هو الحوار زيزو ده حوار زيزو فلوس بس كان زيزو راح. زيزو من 4 سنين غير زيزو دلوقتي. زيزو من 4 سنين كان زيزو زي دلوقتي. خلينا واقعيين. ولو انا مكان زيزو هقعد افكر شويه، طب هو مين اللي وصلني للمكان اللي انا فيها دي؟ يعني مين اللي خلاني ابقى اساسي في منتخب مصر؟ مين اللي خلاني اترشح لاحسن لاعب في القاره؟ مين اللي خلاني ابقى مشهور في كل حته وباخد الملايين دي كلها؟ مين اللي خلاني اعمل كده؟ هو محدش كان تمام. يعرف زيزو. يعني خلينا واقعيين، محدش ولا حد كان ممكن يعمل سكاوتنج على زيزو. ايوه. لا، هو الموضوع كله صدفه يعني بحت. هي جت كده، وزيزو لعب كده وبقى كده. ايوه. اجتهادا منه، اجتهاد طبعا. شخصي طبعا طبعا اجتهادا طبعا. منه، دي حاجه محدش يختلف عنها. بس جماهير الزمالك برضو ليها دور كبير جدا. ايوه. آه، يعني انا شايف خروج زيزو من الزمالك بمثابه، يعني بدايه خلاص. هو الزمالك. خلاص اخر حاجه. الزمالك كان عنده اقوى فرقه في افريقيا. كلها بسبب اتسرحت. بسبب مرتضى منصور الفرقه دي كلها مشيت. اتسرحت. ومبقاش منها غير ممكن لاعبين ثلاثه من سكواد 25 لعيب. لا، وصل نهائي افريقيا. واللي ثابت على مستوى هو زيزو، مفيش حد تاني. يعني انت يعني بتتكلم في الجيل، كان شيكابالا خلاص. شيكابالا متهيألي ده اخر سيزون ليه. ما اعتقدش ان في زيزو شيكابالا متهيألي ما. وبعدين برضه خلينا متفقين على حاجه، خلينا والويل. متفقين على حاجه، واحنا ناخد بالنا. ايام طارق حامد كان طارق حامد بيتقارن باي لعيب في الاهلي في نص الملعب. كان طارق حامد هتقارن هو اللي لمدة بيلعب في خمس مصر. سنين 6 سنين. لو جينا نقارن زيزو باي، ما هو زيزو دلوقتي بيتقارن باي وينج في الاهلي. بالظبط. وفي مقارنه زيزو بقاله كسبان. 5 4 سنين بره واي نفس مقارنه القصة. زيزو كسبان. هو ليه وينجات الاهلي دايما ما بيروحوا منتخب مصر؟ أيوة. ليه؟ لان في اوريدي احنا معانا محترفين. بس اي مدرب بيجي يمسك منتخب مصر بيلاقي حل ان هو يلعب زيزو في الملعب. يا راجل يا مؤمن، ده حسين الشحات اللي قعد سنتين يتقارن بزيزو، دلوقتي بن شرقي جه بيلعب عليه مين؟ يعني اخر ماتش للاهلي بن شرقي بتاع الهلال حسين ده، شحات نزل اخر 5 دقائق. بن شرقي لعب مكان حسين الشحات يمين. متخيل انا من كتر اللعيبه اللي عندي انا بلعب بن شرقي يمين عشان اخلي امام عاشور يلعب شمال. احنا فالموضوع في صعب. في خلل في المنظومه عندنا. منظومه الزمالك فيها خلل. خد بالك على جميع الالعاب. يعني احنا بنتكلم في دلوقتي خلل. واحنا خسرانين البطوله الثالثه، السوبر، كاس مصر هو امبارح في الفولي. الزمالك في الصالات ما خدش غير بطوله. هي البطوله العربيه بطولتين. بطولتين، واحده للسيدات، وواحده بطوله عربيه للرجال. طيب طيب. في الفولي. باسكت لسه بطولات شغاله. اليد ما خدناش حاجه لحد دلوقتي. يعني في خلل في منظومه الصالات برضو ما حدش يا فاهمها. اخي حد يقول لي ان احنا ثالث دوري نخسره على التوالي يعني باليد؟ انا من ساعه ما اتولدت والله العظيم ثلاث، ما وقعش ان الاهلي خد 2 دوري ولا دوري حتى. ولا 3 دوري ورا بعض نخسر، 3 دوري متتالي.
يعني احنا قلنا ان هشام مصر جه مسك، فالموضوع هيتغير تماما، نبقى منافسين، مش منافسين، هنبقى يعني ايه، البطوله تيجي كده وقت ما احنا هنعوز. دلوقتي احنا بنلعب بطوله، ايوه. الموضوع بقى صعب قوي. ايوه. إيه سبب التخبط ده؟ انا مش عارف بقى، محدش فاهم. جبت مدرب اجنبي معاك بسي في، اتنين ومعاك محترفين. اتنين محترفين المفروض. بس يعني لو جينا قارنا المحترفين بالهجوم بالمحترفين الهجوم قبل كده السنه اللي فاتت، هم مفيش فرق. ما انت ما جبتش نفس الكواليتي، مثلا جواو رافائيل ولا هيرنانديز، مش فاهم. ما جبتش انت الكواليتي دي، مع العلم ان احنا خدنا الدوري بالاثنين دول مع مدرب مصري ايوه. مش مدرب اجنبي. ايوه. ايه سبب طب التخبط اللي موجود انت دلوقتي في القاهره؟ الاثنين دوري متتالي اللي انت خدتهم بمدرب مصري، انت ايه وكان سبب جاي التخبط؟ مؤقت. ايه سبب التخبط ده؟ يعني وكان جاي هو مؤقت. محدش فاهم ايه سبب بس التخبط هو اللي احنا فيه ده. الحوار في الفولي، عشان تبقى عارف الكلام ده على لسان سانتي، ان بعد البطوله العربيه اللائحه اتغيرت. يعني هم المفروض كانوا ياخدوا مكافآت، وفي لائحه بتاعت اول السيزون دي انتوا اي بطوله هتاخدوا فلوس وبتاع. بعد البطوله العربيه اللائحه اتغيرت تماما، ومفيش فلوس يا جدعان ومش هنديكوا فلوس. احنا فممكن برضه لان انت، احنا انا وانت اتفرجنا على الماتش بتاع البطوله العربيه، لا الاهلي ما جاش. وخلينا متاكدين انت المدير الفني بتاعك كويس والفرقه بتاعتك كويسه، لو عايزين يلعبوا كانوا لعبوا. ففكره ان انت تكسب اول ماتش ليك في السيزون مع الاهلي 3-0، والاهلي حرفيا ما جاش. وبعد كده بقى الدوري، يا نهار اسود، الماتش التالت بتاع الدوري ده فضيحه. طب انت ليه كسبت الماتش ده؟ الماتش التالت ده فضيحه، اللي هو كان في رمضان، ده اللي هو الماتش التالت بتاع تحديد الدوري. ده اللي انا بقوله، وكل ده اداريا، اداريا كل ده. يعني اصلح المنظومه، هتلاقي كل حاجه ماشيه صح. احنا كمان لو هنتكلم على الهاند بول، احنا بقالنا 3 سنين احمد الاحمر اللي بيلعب باك يمين. هاند بول ايه يا جدع؟ عندنا هاند بول؟ احنا بنتكلم على الهاند بول؟ احنا هاند بول ايه؟ هاند بول فرقه احنا بنخسر، احنا بنخسر نفسينا. اه والله. هو الهاند بول الاهلي يبقى خسرنا فرق اتنين، نيجي احنا نروح نضيع يبقى هو بس فرق ثلاثه. ايوه. هو في حد بيعمل كده؟ ايوه. ونيجي نقول المدرب، هو المدرب هو اللي بيروح يضيع؟ طب ما انت سايب اللعيبه دي، هو الاداره هي اللي سايب اللعيبه دي. في لعبه لا تصلح في تيم اليد ده، خلاص ما بقاش. زمن المحسوبيه انتهى بقى خلاص يا جماعه بقى. يعني مم. خلاص بقى زمن المحسوبيه انتهى بقى. الواحد زهق الوينجر الشمال. من الموضوع بالباسكت والطايره والهاند خلاص بقى. ايوه. لعيب كويس خلاص سيبه، ولعيب مش كويس مشيه خلاص بقى، كفايه بقى، هو قاعد ايوه. بقاله كتير في النادي. هياخد ايه؟ ما خد اكتر ما هياخد بره. ده في باسكت ويد وطايره. الواحد زهق بجد بجد، الواحد زهق. يعني في ايوه. كره القدم احنا مش بنشوف كده. يعني الناس لما بتتكلم على سيف جعفر ده من احسن الناس اللي في نص الملعب والله العظيم بس هو ثلاثه. اللي ظلم نفسه. يعني ايوه. انت بتتكلم عن المحسوبيه، مفيش محسوبيه هنا في الكوره. ايوه. المحسوبيه في الطايره، محسوبيه في اليد، المحسوبيه في الباسكت. الالعاب اللي مش متشافه يعني بشكل كبير. وبعدين الموضوع بقى، الموضوع زاد قوي دلوقتي. ايوه. يعني الموضوع خلاص بقى، الناس بقى بتتفرج خلاص دلوقتي، الناس ايوه. بتشوف بقى خلاص دلوقتي. زمان ما كانش حد بيتفرج، بس دلوقتي خلاص الناس بتتفرج. ايوه. فانت مكشوف كده، انت مكشوف للناس كلها. ده لاعب وحش وتلعب بقاله خير ليه؟ 50 سنه وحش، ايوه. سايبه لا ليه؟ يعني ليه؟ ايه حبك فيه يعني؟ بيدخلك فلوس؟ ده بياخد منك فلوس ويجي من حاجه، ما بيعملش حاجه. ومش عايز اقول اسامي، كان اسامي كتير ايوه. خصوصا في الهاند بول. ايوه. اسامي كتير قوي، بس انت يعني انت ايه الفايده اللي بتعم عليك؟ انا بجد اقسم بالله ما عارف. ومش عارف انتوا بتفكروا ازاي كملف الصالات ده، انتوا بتفكروا فيه ازاي؟ انا مش فاهم. احنا مش ناجحين في اي حاجه السنه دي. يعني ربنا يستر على الباسكت. والواحد برضه شفت برضه الحين تجيب محترف من تحت السلم. ايوه. ايه يعني؟ يعني انا كان عندي احسن محترفين، ويعني واحد مشي والتاني راح الاهلي. يعني كان ستوبلي، وبعد ايوه. كده والتر هودج ده ايه، راح المنافس الجاي عشان برضه ماليه. ايوه. يعني هو راح فلوس، والمدرب اللي كان عندي خده الاهلي كان ماليا برضه. ايوه. هو الاهلي اي حاجه بايدي بتعجبه بياخدها مني فلوس. ايوه. انا ما عنديش السياق ده. ما عنديش انا حد عنده هو عاجبني اخده منه فلوس، هو مش ما عنديش انا الحته دي. ايوه. يعني لما حبيت افكر اخش في ايهاب امين، يعني راح هو عامل لقطه حلوه وجميله، قلبوا قلب الدولار ايوه. عشان يعجزني. طب ما ايه اللي انت يعني ايه ده؟ هو احنا واعيين للدرجه دي؟ احنا عاجزين للدرجه دي كده؟ يعني اي حد اخش معاه في صفقه اروح واخد على قفاه وهو ياخد مني ويمشي؟ الفكره اللي انت في الفتره، انت دخل لك فلوس وبالدولار. مش هنسى الجمله انت اللي طلع دخل لك فيها فلوس. حسين لبيب مع لميس حديد، قال لي
قال لها ما تخلينيش احط الموضوع في دماغي، لو في العين حاجه في الاهلي اوسع هجيب من الاهلي، انت مش من الاهلي، ما جبناش. انت مفيش حد هيقعد انت رامي الاهلي خط نفسك كتف بعبد الله يعني. السعيد وناصر ماهر انت تجيبهم من ما بره. عملتش حاجه. من بره. احنا لحد دلوقتي ما فيش صفقه جت الزمالك يعني بقت بارزه كده ومنوره كده، ومفيش حد جه. ومحدش يقول لي عبد الله سعيد، عبد الله سعيد يا جماعه ده هيقعد سنه سنتين ونمشي، ايوه. هيبقى بطل كوره خلاص. ايوه. انا هفوت ببني. يعني عبد الله سعيد كتر خيره بيعمل حاجات ما يعملهاش واحد عنده 20 سنه، ايوه. بس هو سنتين وهيبطل. جبت مين انت بقى؟ يعني جبت مين؟ يعني شيل عبد الله سعيد من الملعب، حد لحد مكانه عبد الله سعيد كده، ناصر ماهر لسه ده بقى غزاله، مره كويس مره وحش. امم. احمد حمدي ربنا يشفيه ويرجعه بالسلامه. قبل ما تجيله الاصابه كان واحد من ابرز الناس في الملعب. ايوه. بس في خلل. احنا في خلل عندنا اصلا في مركز ست ده، بوزيشن ست ده في خلل فيه اصلا. دونجا من ساعه ماتش السوبر الافريقي وهو خلاص تعال. طيب. خلاص. خلاص هو كده لاعب، ده له عد ماشيه يعني. سايبه ليه؟ ما هو دونجا مش فارق حد. ايوه. يعني دونجا مش فايتر في الملعب. ايوه. هو دونجا ايه بيعمل لك نفسه ان هو فايتر، بس هو مش فايتر في الملعب. ايوه. يعني يقعد يجي هنا ويقعد يجي هنا ويقعد يتنطط ويشوط ومش على عارف الفاضي، ايه. حرق على انت الفاضي. بتعمل ايه؟ احنا لو جينا حللنا اخر بتاع ماتش العرب الزمالك، احنا نص الملعب بتاعنا فاضي ايوه. ومحدش يقول لي فريق لعب، لا. لا. هو العيب في الشخص. الشخص اللي هو مش عارف يتمركز صح اصلا، امم. او عشوائي في لعبه. يا عم ده الباص والكنترول. يعني مفيش الموضوع باص. بقى سيء مفيش قوي بجد. كنترول. ومحمود جهاد مش هو ده اللي هعتمد عليه يعني. لسه. مش هو ده اللي هعتمد عليه. ما لسه ينفعش بدري. فرقه بحجم الزمالك ما عندهاش لعيب سته غير واحد بس، والواحد ده واقف في عونه اصلا. اه والله. الموضوع بقى سخيف جدا بجد، الموضوع بقى سخيف جدا. يعني عندنا مشكله في حراسه المرمى، الحمد لله دلوقتي الدنيا ظبطت شويه. دفاعيا الدنيا ظبطت شويه. الباك رايت عمر جابر موجود، وعمر جابر لما بيغيب في خلل. الباك ليفت عندك بدل واحد اثنين. امم. طب نص الملعب عندك مين بقى؟ البوزيشن ست عندك مين فيه؟ هو دونجا ومحمود جهاد. ده مش شايف وده لسه. ده مش شايف اصلا، ده مش موجود اصلا ده، ومع ذلك بيلعب. عندك التمانيتين، عندك يعني انا والله العظيم محمد شحاته لو لعب ست افرق 100 مره من من. دونجا. وانت عندك تمانيات كتير، انت يعني انت اصلا بتلعب 5 4 1، انت بتلعب ب 6 و8، هي تفرق متغير 8 1. امم. ولو قلبت 5 3 2 يعني بتلعب بثمانيتين، يعني عبد الله السعيد ومحمد شحاته وناصر ماهي. ايوه. ايه المشكله بقى؟ ايه المشكله ان هو يقعد وتقعده؟ هو لو قعد شويه هيحس ان هو ملوش لازمه اصلا، ملوش قيمه. امم. لكن هو طول ما هو بيلعب، طول ما هو بيلعب، طول ما هو بيلعب، اصلا هو عارف إنه ملوش بديل بره. ايوه. هو ملوش بديل بره، وعشان كده هو واخد الثقه في نفسه. انا هلعب كده كده. اعتقد اتكلمنا على كل ما يخص الزمالك. كنا بادئين الفيديو في الاول على فكره تجديد عقد زيزو، دخلنا منها على التشكيل، ودخلنا على مجلس الاداره، ودخلنا على العاب الصالات كمان. بتمنى يكون الفيديو عجبك، ونكون اتكلمنا كاتنين زملكاويه عن كل ما يخص الزمالك. واللي احنا بنتكلم فيه ده هي مشاكل معانا احنا كزملكاويه. فيا رب الأحوال تتصلح. عندنا النهاردة ماتش مع مودرن سبور في كأس العاصمة أو كأس الرابطة على حسب ما بتسمي إيه. ماتش ملوش أي 30 عايزة، احنا المفروض نريح اللعيبة عشان ماتش إن شاء الله الكونفدرالية. نتمنى كل التوفيق لنادينا نادي الزمالك في جميع الألعاب. لسه خسرانين امبارح نهائي كأس مصر. نتمنى التوفيق للسيدات الطايرة في بطولة أفريقيا اللي بتتلعب في الوقت الحالي. ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب لو الفيديو عجبك. شكرا.